قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على أشرف الخلق. قصتنا بتبدأ بيون دونجو اللي بيبقى بطل في الملاكمة وبيحبها جدا. هو وأصحابه بيكونوا أبطال وكل واحد فيهم بيكون واخد ميدالية في مجال مختلف. بس ده كان زمان. دلوقتي دونجو بيبقى مجرد ضابط غلبان بيتخفض لرتبة ضابط دورية وعايش حرفيا على الحديدة، لدرجة إنه بيضطر يبيع الميداليات اللي بيكسبها علشان يلاقي فلوس يصرف على نفسه. بعد ما بيبيعهم كلهم ما بيطلعش له غير مبلغ بسيط جدا. أول ما بيمسك الفلوس بيكون رايح عند محل بيعمل إعلانات. في الوقت ده بنتعرف على مانشيك اللي هو كمان واخد ميدالية برونزية في المصارعة وبيشتغل برضه ضابط، بس برضه ملوش منصب كبير. والمصيبة إنه بيبقى غلبان زي دونجو وبيكون رايح يحط بنزين وقاعد بيتخانق مع العامل إنه عايز يحط ب50 وياخد ب100، لدرجة إن العامل بيبص له بنظرة احتقار. وكأن النحس مش كفاية، العربية بتتعطل في نص الطريق وبيتأخر على الشغل، ولما بيوصل المدير بيكون طالع من خناقة مع الصحفيين اللي بيكتبوا عنه كلام فاضي، ويومه بيبقى كله مشاكل، حتى رجله بتتصاب. رئيس القسم بيجيله وبيسأله عن حاله، ولما بيعرف إن مانشيك بيدي كل فلوسه لمراته وعياله اللي عايشين في الفلبين بيتأثر جدا، وبيديله الكريدت كارد بتاعته عشان يغير فردة الكاوتش القديمة بدل اللي باظت، بس بشرط واحد إنه يقنع دونجو يرجع يشتغل معاهم في مشروع معين ويقبضوا على عصابة اسمها الأرانب. المدير بيكون شايف إن دونجو عنده مهارات قتالية ما ينفعش تتساب كده، بس مانشيك بيكون مستغرب وبيقول له ليه أنا اللي أقنعه. وبنرجع فلاش باك لما دونجو كان ضابط بس رتبته بتتخفض بسبب إنه بيضرب زمايله بعد ما خدوا رشوة، وبنعرف إن مانشيك متضايق بعد ما كسر له مناخيره وإنه مش عايز يشتغل معاه. وفي نفس الوقت بنتعرف على العضو الثالث في الشرطة بيكون اسمها هانا، وهي بطلة في الرماية واخدة ميدالية ذهبية، بس الظروف بتخليها تشتغل ضابط، والأسوأ إنها بتضطر تمثل في فيلم ترويجي للمدير عشان يبان كويس قدام الصحفيين، وهي مش طايقة الموضوع. رئيس القسم بيطلب منها بس تبتسم وتتصور كام صورة مع المدير، وبيقول ليها هنخلص بسرعة، بس هي بتكون متضايقة جدا لأنها بطلة وطنية ومعاها ميداليات، وكل لما بتلبس الميداليات دي زمايلها بيضحكوا عليها وبيقولوا إيه اللي جاب البطلة دي هنا، لأنها ما عندهاش خبرة في شغل الشرطة أساسا. مانشيك بيروح لدونجو بالفعل وبيعصر على نفسه ليمونة وبيتكلفوا بشغل، وبيلبس لبس الشرطة وبيبدأ يضرب كام حركة قتالية، بس مانشيك بيخش عليه وبيقول له أنت بتعمل إيه؟ اخلع اللبس ده، إحنا متخافين أصلا، مش جايين نعمل عرض هنا. وبعدها بسبب إنه عايز يخش الحمام بيسيب دونجو واقف في مكانه وبيقول له ما يتحركش من هنا. في الوقت ده فرق الشرطة بتتعاون مع بعض في مطاردة عصابة الأرانب، بس فجأة بيحصل انفجار بيكشف الشرطة، والمجرم بيصرخ عشان رئيس العصابة يهرب، وقائد العملية اسمه دونج بياخد باله من زعيم العصابة فوق السطوح وبيصرخ فيهم كلهم إنهم يمسكوه. الزعيم اللي اسمه لي سانجون بيجري من غير ما ياخد باله وبيعدي قدام مانشيك اللي بيبقى في الحمام، وأول ما بيفتح الباب المجرم بيخبطه باللوح الخشب وبيسد عليه الباب. مانشيك بيصرخ على دونجو إنه يمسكه، وهنا دونجو بيبدأ يتقاتل معاه، بس الراجل ده بيكون قوي، وفجأة دونجو بيشوفه ماسك مراية فبيتشتت، والمجرم بيضربه وبيغمى عليه. الكل بيلومه إنه فاشل، ومانشيك بينسى حتى يقفل سوستة بنطلونه من الصدمة. في القسم بنتعرف على العضو الرابع اللي بيبقى اسمه هونج، واللي بيبقى لاعب رامي أورس، برضه بيشتغل ضابط وحاله مش أحسن منهم خالص، وزمايله بيتكلموا عليه من وراه بس هو مش مهتم لأنه عنده عيلة بيعتمدوا عليه. في مرة وهو بيعدي أطفال في الشارع فجأة عربية بتيجي بأقصى سرعة، بس لحسن الحظ هو بيقدر ينقذ الطفل قبل ما يتصاب، واللي كان سايق ده معروف إنه بيخرب في المنطقة دي دايما. أما مانشيك ودونجو فبيتهمهم القائد دونج إنهم بيضيعوا على الفريق فرصة كبيرة، وبيقولهم إزاي يسيبوا الهدف يهرب وإن هم ناموش ولا استحموا بقالهم فترة عشان يستنوه، وهم جم ضيعوا عليهم الفرصة. دونجو بيحس بإحراج شديد بس مش بيقدر يرد، وبالليل وهو راجع بيقابل البنت اللي كان معجب بيها من زمان واللي بتكون هانا. هو بيحاول يقرب منها بس لقاها متضايقة وبتقول بصوت عالي إيه المميز في البوستر ده، وبتقعد تقول إن الشغلانة دي مش جايبة همها، وبترمي البوستر بتاعها وبتمشي. المشكلة بتكون إن هانا بتبقى لابسة سماعات فمش بتسمع دونجو وهو بينادي عليها، وبتفضل ماشية لحد ما بيقف قدامها وبيبتسم ابتسامة واسعة وبيقولها إنه بينادي عليها من بدري، لكنها ما بتكونش سامعة. لما بتلاحظ وجوده بترد عليه بكلمة بسيطة وبتكمل طريقة دي، وبتسأله فجأة إذا كان لسه بيحبها بجرأة واضحة. هو بيقول ليها إنه لسه بيحبها، لكن قبل ما بيكملوا كلامهم بيظهر هيون حبيبها القديم، وده بيخلي دونجو يتفاجئ شوية. هيون بيحاول يكلم هانا لكنها بترفض تسمعه بشكل قاطع. في
في نفس الوقت المحل بتاع اللافتات بيتصل بدونجو وهو بيروح ياخد الإعلان اللي كان عامله. وقت الغدا الست بتسأله عن أحواله وبتكون عايزة تعرف هو بيعمل إيه اليومين دول. دونجو مش بيقول الحقيقة وبيقرر يخبي إنه بيخش في خناقة مع زميل ليه اللي بيكون بياخد رشاوي. الست بتحاول تغير الموضوع وهو بيسألها عن ابنها، والست بتقول له إن المدرب القديم بتاعه رشحه يشتغل في شركة أمن. دونجو بيستغرب جدا. بعد الغدا دونجو بيخش أوضة ابنها وبيبقى بيتفرج على صورهم القديمة وهما بيلعبوا ملاكمة، وبيبقى بيتذكر أيام المجد والشباب. لكن الزمن بيتغير ودلوقتي هو بيبقى مجرد ضابط دورية والماضي بيبقى مجرد ذكرى. ولما بيرجع للمركز بيلاقي بوستر البنت اللي بيحبها واقع ومتقطع، فبيزعل عليه. بس أول ما بيشوف صورتها بيبتسم ابتسامة بريئة كده زي عيال اللي بتحب من قلبها. بيفتكر اليوم اللي جات له فيه قبل النهائي وبتديه استيكر كنوع من التشجيع، ومن يومها هو بيكون محتفظ بيه كأنه كنز. تاني يوم هنا بتشوف البوستر بتاعها متلزق من تاني بلزقة طبية وبتفهم على طول مين اللي بيعمل كده. بتقول لنفسها إن شكله واضح ومش بيخبي حاجة. دونجو ومانشيك بيكونوا بيستعدوا يقابلوا المدير الجديد، ولما بيخبطوا على الباب محدش بيفتح. وفجأة بيعدي زميلتين ليهم وبيقولوا بحماس إنهم من أشد المعجبين وبيطلبوا توقيع. دونجو بيفتكر إنهم بيحبوه علشان الميدالية الذهبية اللي بيكسبها، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي حبيب هانا القديم واقف وراهم وإنه فهم غلط. مانشيك مش بيقدر يمسك نفسه وبيقعد يضحك على دونجو اللي بيكون فاكر نفسه المشهور. والمفاجأة الكبيرة بتكون إن هيون هو المدير الجديد وبيكون لسه راجع من مقابلة المدير العام. دونجو بيتحرق دمه وبيسأله بسخرية عن سبب التأخير وبيقول له إنهم كانوا هيموتوا من الانتظار، لكن الحقيقة إن هيون بيجي مخصوص علشان يشوف هانا. بعدها في وقت الغداء دونجو بيكون قاعد مع مانشيك وبيتكلموا مع بعض، وفجأة بيحصل مشادة جوه المركز وواحد من الضباط بيشتم هيون قدام الكل وبيتهمه إنه السبب في خراب بيت زميله وإنه بيتنقل من القسم بسببه. وبعد لحظة هونج بيخش وبيتسحب لحماس النقاش وبيسمعوا الضابط بيقول إن اللي بيضيع مستقبل زميلهم هو هيون وإنه بيبيع الكل علشان يوصل هو. لكن هيون بيكون هادي وبيقول بكل برود إن اللي بياخد رشاوي هو اللي لازم يخاف مش هو. قائد الفريق بيبقى ساكت على الكلام، وبعد ما بيخلصوا الغدا هانا بتروح تسأل هيون عن اللي بيحصل وهو بيطمنها وبيقول ليها إنه تمام وبيبقى عايز يقولها إنه بيتنقل لاسم تاني، لكن هي بتجاوب عليه بجفاء وبتقول له إنها مش مهتمة تعرف التفاصيل وإنه ملوش حق يستخدم علاقتهم القديمة كوسيلة يوصل بيها لحاجة، وبتأكد له إنهم خلاص ما بقوش حاجة لبعض. في يوم تاني دونجو ومانشيك بيكونوا في نقطة حراسة. الجو بيبقى حار موت ومانشيك كعادته البخيلة ما بيشغلش التكييف، وفجأة المدير بيعدي وبيقول لمانشيك يركب معاه، فبيسيب دونجو لوحده وبيقعد مستني لحد آخر النهار وما بيبقاش معاه غير إزازة مية واحدة، والتكييف بيبقى بايظ والحر بيخنقه فبيضطر يقلع هدومه ويغسل وشه. وأول ما بينزل يغسل عربية بتخبطه من ورا وبتطيره في الطين. لما بيصحى بيحاول يواجه الراجل اللي سايق لكن الراجل بيقفل العربية بيهرب. بعدها دونجو بيتقابل مع عصابة سرقت عربيته وبيرموا حاجاته في الشارع وهو بيفضل يلام فيها وهو بيشتم على حظه لحد ما عينه بتقع على جثة مرمية على جنب الطريق. وقتها بيفهم ان الموضوع بيكون اكبر من مجرد سرقة. بعدها مانشيك بيروح المستشفى وبيلاقي دونجو قاعد مع اهل الضحية وبيقرب منه وبيسخر منه انه اتخبط بالشكل ده وبيسأله عن العربية بتاعته. دونجو بيخدعه وبيقول له هناك روح شوفها، وبيجري بسرعة قبل ما يكتشف انها اتسرقت منه. تاني يوم مانشيك بيفضل يبحث عن دونجو في كل حتة، بس هو بيكون في الحمام وبيكون بيصور الجرح اللي في جسمه من الحادثة. وفجأة عمته بتكون بتكلمه وبتقول له ان ابنها لسه ما رجعش، وده بيخليه يبدأ يشك وبيفتكر انه بيكون مع مدربه القديم وبيفتح شنطته وبيبدأ يبحث. في نفس الوقت مدرب دونجو بيكون ناجم في مؤتمر في فندق، ودونجو بيكون رايح له لابس بدلة حلوة وبيواجهه وبيسأله عن جونجيل وبيقول له ان هو اللي جاب له الشغل وبيسأله عن مكانه. المدرب بيجاوب عليه باستحقار وبيقول انه فعلا كان عنده، بس هو بياخد فلوس وبيهرب ويمكن دلوقتي يكون مرمي من تأثير المخدرات في اي حتة. وبدل ما بيساعد بيبدأ يستهزئ من دونجو وبيبص له من فوق لتحت وبيقول له انه ليه لابس هدوم الفريق الوطني وانه فاكر نفسه لسه له مكان بينهم. الكلام ده بيرجع دونجو بالذاكرة ليوم البطولة لما هو بيكون كاسب الميدالية. وقتها المدرب بيضغط عليه انه يخش عالم MMA علشان يجيب فلوس يعالج بيها اخوه، لكن دونجو بيكون ناوي يعتزل خالص. وفي المؤتمر لما صحفي بيسأله عن دخوله MMA هو بيفهم على طول ان المدرب هو اللي بيسرب الإشاعة، ولما هو بيرفض المدرب بينتقم منه قدام الناس وبيقول عليه انه بيستخدم منشطات. ومن هنا حياة دونجو بتقف مكانها، مع ان المنشطات بتكون مسموح بيها وقتها، لكن الرأي العام ما سابوش وتحول خبر انتصاره للحظة انكسار. ودلوقتي كل تركيزه بيكون على حاجة واحدة، انه يعرف مين اللي خبطه بالعربية. حتى هنا ما بتكونش شغل تفكيره وبيبقى سرحان على طول، وهو واقف في الحمام بيفتكر انه شاف العربية دي قبل كده في ملفات القائد. وفي نفس اللحظة مانشيك بيلاقي عربيته بس بتكون مجرد هيكل فاضي. ساعتها هو بيتأكد ان ملوش
حظ في الدنيا دي. في نفس الوقت دونجو بيستغل إن الكل قاعد على الغدا وبيروح يتسلل لمكتب القائد علشان يبحث في الملفات، بس مانشيك بيجي فجأة وبيبص له وبيقول له هو بيعمل إيه هنا، وبيبدأ يتوتر هو كمان وبيراقب قبل ما حد يجي. والمفاجأة بتكون إن الكابتن بيكون لسه راجع من الأكل، وأول ما الاتنين بيشوفوه بيتوتروا وبيجروا يهربوا بسرعة. بس الكابتن أول ما عينه بتقع على الملفات بيفهم على طول إن في حد بيلعب فيها. في نفس الوقت هيون بيبقى بيراجع فيديو محاولة القبض على الأرنب الذهبي، وبيبقى بيلاحظ إن في حاجة مش طبيعية، وهي إن الحريقة بتبقى باينة كأنها متجهزة من قبلها، وكمان حد بيبقى متصل بالإسعاف قبل ما أي حاجة تحصل. أما دونجو ومانشيك بيروحوا العيادة، ودونجو بيعرض عليه إنه يبقى معاه وإنهم لازم يروحوا يبحثوا عن اللي بيعمل الحادثة وهرب. وبعدها بيكشف عن ظهره وبيقول له يبص إذا كانت العلامة اللي ثابتها الشبكة اللي في وش العربية اللي في الصورة نفس العلامة اللي على جسمه. دونجو بيبقى متحمس وعنده أمل إنه يحل الموضوع ده، ويوصل كمان للتاجر الكبير المعروف بالأرنب الذهبي، لأنه بيلاقي في قائمة المبيعات بتاعته بيانات للعربية دي، بس مفيش اسم اللي اشتراها. وبالليل وهو بيزور أهل الضحية بيجيله تليفون وبيجري على طول من غير ما يفكر. أما منشاك أول ما بيروح ياخد الموتوسيكل بتاعه عشان يمشي بيكتشف إنه مش موجود. بعدها على طول دونجو بيتصل بيه وبيقول له يجي بسرعة عند بيت رقم 28 في شارع جيونج، وبيبلغه كمان إنه ياخد الموتوسيكل بتاعه مؤقتا، يعني بعد ما خبط عربيته قبل كده دلوقتي بياخد كمان الموتوسيكل. في نفس اللحظة هيون بيروح يسأل مانشيك عن اللي حصل وقت مطاردة الأرنب الذهبي، وكان حاسس إن في حاجة مريبة، فبيسأله إذا كان لاحظ أي حاجة غريبة وقتها، وكان شاكك إن في حد متعمد يولع المكان ويستدعي المطافي، كأن في جاسوس جوه اسم الشرطة بيشتغل لحساب الأرنب الذهبي. وبعدها بيسأله سؤال مباشر لو يعرف حد اسمه ليجينو. مانشيك بيستغرب شوية وبيقول له إن ده نفس الشخص اللي مات من فترة واللي كان طرف في حادثة خبط دونجو، وبيتضح إن ليجينو كان موظف في الجمارك. ومانشيك بيبدأ يحس إن الموضوع أكبر من مجرد صدفة، وبيقوله إنه هيشوفه ويرجع له. وأول ما بيرجع القسم بيجيله تليفون من محل الرهانات وبيقوله إن عصابة الأرانب هتبدأ تتحرك في المنطقة، وبيعرفوا مكانهم، وبيطلع إنه نفس البيت اللي دونجو كان بيقول عليه قبل كده. وكان واضح إن المحل كمان عنده مصادر كتيرة. أما هانا فكانت في الوقت ده محتفظة بأوراق الجمارك الخاصة بليجينو في قضية العربية، لكن فجأة بتتعرض لهجوم من ناس تبع الأرنب الذهبي وكانوا عايزين ياخدوا الورق منها، وهي بتهرب بسرعة وبتطلع فوق ومعاها الأوراق، وبتقرر تستخدم السلاح بتاعها اللي كان مركون بقاله كتير، وبتلبس السماعات وبتجهز الرصاص. هي ما كانتش حد عادي، دي كانت بطلة أولمبية في الرماية. بتبدأ بطلقات تحذير، فبيحاولوا يتفرقوا وبيحاولوا يحيطوا بيها علشان يسيطروا عليها وياخدوا الورق، لكن هي ما كانتش سهلة، ولما شافتهم مش ناويين يتراجعوا بتضربهم بجد، وبتخلص عليهم واحد ورا التاني باحتراف رهيب كأنها في بطولة حقيقية. وفي الوقت ده هيون بيكون بيحقق في موضوع ليجينو، بس فجأة بيتصدم من شوية بلطجية تابعين للأرنب الذهبي، وبيتضح إنهم عارفين هو مين من قبلها، وعندهم وشم بيبقى فيه رسم التعبان، وبيفتكر إن الكابتن قال له جملة احذر من التعابين، بس لأنه ما بيكونش معاه سلاح بيضطر يهرب. والغريب إن الكابتن هونج بيكون بيعمل دورية في نفس المنطقة، ولما بيشوف الخناقة بيجري يشوف، وبيلاحظ عربية حمراء بتكون بتضايق الناس في الحي، والراجل بيكون رايح بسرعة بالعربية، بس ما بيكونش عارف إن هونج بطل رمي قرص من زمان، فبيمسك غطا الصرف الصحي وبيرميها زي البومرنج على العربية، بيخلي العربية تتقلب. أما هيون وهو بيجري بيشوف مكنسة بتاعت عامل نظافة، فبيخلعها من العصاية وبيعملها سلاح، وبيطلع إنه هو كمان بطل كوريا في المبارزة، وإنه واحد من النخبة في المبارزة في البلد. أول ما بيشوفهم قدامه بيقف بكل ثقة وبيقول في سره إن الخمسة مش كفاية عليه أصلا. وفي الوقت ده مانشيك بيكون رايح بسرعة يبلغ القائد إنه شاف عصابة الأرنب الذهبي، لكن القائد ما بيكونش مستعد يسمع حاجة قبل ما يتصارعوا بالأول. أما دونجو فبيكون وقتها وصل لمكان تجمع العصابة، والحظ بيلعب معاه لأن كل أفراد العصابة بيكونوا موجودين في نفس المكان، كأنه القدر جمعهم كلهم له عشان يريح دماغه. وبيقرب منهم وبيسأل زعيم العصابة اللي قدامه لو كان هو السبب في الحادثة، لكن الزعيم ما بيردش وبيبتسم له ابتسامة فيها تحدي واضح. وهنا بيبدأ دونجو بيستعد وبيقول له إنه منزعج من سنانه وإنه ناوي يشيلها له. ساعتها الاتنين اللي بيكونوا واقفين معاه بيبدأوا يهزوا دماغهم كأنهم بيسخروا منه. بعدها ما بيستنوش دونجو وبيبدأوا يهجموا عليه واحد ورا التاني، لكن كل واحد فيهم بياخد بوكسات محترمة، ورغم إنهم بيكونوا كتير ومعاهم أسلحة ولا واحد فيهم بيقدر عليه. في اللحظة دي ذكرياته بترجع له وقلبه بيكون لسه مولع
الحماس، وما بيكونش فيه بلطجي بيقدر يقف قدامه، لأنه ببساطة بطل ملاكمة موهوب. وبعد ما بيخلص عليهم البوليس بيجي، ومانشيك بيكون بيخش بيجري، لكن دونجو بيفتكره من العصابة وبيضربه وبيقع على الأرض بالغلط. وهو بيكون خارج من القسم بيركب العربية وبيعمل حركة كلها ثقة وكاريزما، لدرجة إن ضابط شاب بيسأله باستغراب إزاي بيقدر يضرب كل الناس دي لوحده. في الوقت ده مانشيك اللي بيكون مضروب قبل كده القائد بيزود عليه وبيفضل بيتعصب، وهو بيقول إنه مش هيسيب دونجو على اللي عمله ده. بعد ما دونجو بيكون بيستحمى بيتعمل له مقابلة صحفية علشان هو لوحده اللي بيقضي على العصابة. بس مانشيك بيكون حاسس إن في حاجة مش مفهومة، فبينادي على هيون وبيقول له على جنب إن الكلام اللي بيقوله دونجو عن الحادثة مش بسيط، وإن الموضوع مش مجرد عربية اتخبطت وهربت. بعد ما بيرجعوا دونجو بيكون ناوي يوصل هانا لبيتها، لكن قبل ما يوصل الجيران والبوليس بيوقفوه قدام البيت وبيبدأوا يهددوه وبيفتكروا إنه حرامي. دونجو بيحس إن الدنيا مش ماشية زي ما هو متخيل، فبيودع البنت اللي بيحبها وبيمشي. وفي وسط ما هو ماشي بيصادف أخوه جون جيل اللي بيكون مختفي بقاله كام يوم، ولما بيرجع بيبقوا قاعدين ياكلوا بطيخ مع بعض. ولما بينام جونجل، دونجو بيكون سايب دفتر التوفير بتاعه لعمته وبيكون رايح يسأل جونجل عن المدرب القديم بتاعه، لكن جونجل مش بيجاوب وبيقول له يسيبه في حاله وإنه هيفضل شخص ملتزم. وفجأة بيجيله تليفون وبيمشي من البيت وبيطمنه إنه تمام ما يخافش عليه. أما بالنسبة لمدير القسم فبيكون شغال على الشو والاستعراض من وقت القبض على عصابة الأرانب. أما فريق العمليات فبعد ما بيحققوا إنجاز كبير بيكونوا واخدين مكتب خاص ليهم فيه دونجو، هانا والكابتن هونج، وآخر حد في الفريق بيكون مانشيك وهيون. بس هيون ما بيجيش على طول لأنه بيكون عنده شغل خاص. بعد شوية دونجو ومانشيك بيكونوا رايحين يحققوا مع زعيم عصابة الأرانب. العربية اللي بتخبط في دونجو بتتباع، فعاوزين يعرفوا اتباعت لمين، بس الراجل ده بيكون اتخلع له سنانه فالكلام بيكون مش واضح. دونجو بيلاحظ إن الساعة اللي في إيده شبه واحدة شافها قبل كده، وبتكون هي نفسها بتاعت الراجل اللي بيخبطه، وبيسأله جاب الساعة منين، لكن فجأة بيجوا 2 من الشرطة وبياخدوه وبيقولوا له الوقت خلص. وبيرجعوا بسرعة المكتب وبيلاقوا إن المدير بيأمر الفريق إنهم يسيبوا موضوع الأرانب ويشتغلوا على حاجة تانية. وبيطلع إن المهمة دي مش أكتر من حضور تصوير برنامج للمدير علشان يعمل شو قدام الإعلام ويرفع سمعته. وكان عايز هانا تحديدا تمسك سلاح وتستعرض قدام الناس رغم إنه زمان كان بيقلل من قدراتها. وهنا هانا بتنفجر وبتقول أكيد بيهزروا لأنها لسه جديدة وبيستخدموها في الدعاية، فبتقوم جايبة سلاحها وبتروح تضرب طلقة في وش المدير، والكل بيتصدم، محدش بيتوقع ده منها، والصراحة كل الاحترام ليها. فريق دونجو بيكونوا فرحانين جدا لأنهم مش طايقين الراجل ده من زمان. اللي بيحصل بيخلي المدير ياخد قرار إنه يمشي هانا من الشغل تاني يوم، وده بيكون بأمر مباشر لهيون، لكن هيون بيحاول يقنعه إن القرار ده هيخلي الناس تتكلم عنهم بشكل سلبي، فبيغير المدير خطته. بس هانا ما بتستحملش التمثيل ده وبتقرر تستقيل فعلا. في نفس الليلة دونجو بيكون ماشي وراها وهي رايحة تتعشى، لكنها بتتجاهله وما بتردش عليه. هو بيكون حاسس بالحيرة وبيسألها ليه استقالت، لكنها بتقول له إن مفيش حاجة بينهم وبتطلب منه ما يحبهاش. رغم كده هو ما بيقدرش يكتم مشاعره وبيعترف إنه مش قادر ينساها، لكن جوابها بيكون واضح إنها مش هتقدر تحبه وبتسيبه وبتمشي. وفي مكان تاني في مستودع مهجور، أخو دونجو بيكون بيتعذب على إيد شرطي فاسد لأن الولد بيرفض ينفذ الأوامر وياخد العربية ويصدم بيها حد زي ما هم طالبين، وبيتعرض للضرب لحد جسمه بيتفتح جروح من كل ناحية. تاني يوم في المكتب بيجي لهم خبر من مانشيك إن في مهمة جديدة وهي مطاردة عصابة مستخبية في مبنى مهجور. لما بيوصلوا هناك بيلاقوا إن هيون سبقهم، ودونجو بيحاول يخفف الجو بشوية هزار وسخرية، لكن مانشيك مش بيعجبه الكلام وبيتعصب عليه وبيقول له إنه لازم يحترم الشخص اللي جابه الشغل. بعدها بيخشوا المبنى وبيبدأوا يوزعوا المهام، بس قبل ما مانشيك يتحرك شوية بيقع من التعب وهو بيزعق، وصوتهم العالي بيخلي العصابة بتاخد بالها. بيجري ورا العصابة بس هم بيقدروا يعدوا كوبري وبيقطعوه وبيفضلوا يستفزوه من بعيد. فجأة هيون بيكون داخل بقوة وبيمسكهم بحرفية وأناقة. هيون بيكون بيجري ورا واحد من العصابة لكنه فجأة بيطعن، وساعتها بيجيله الإحساس بالخسارة اللي كان عايشها زمان في مسابقة المبارزة. ولحسن الحظ مانشيك بيلحقه في الوقت المناسب وبياخد هو الضربة قبل ما يحصل لهيون حاجة خطيرة، ودونجو بياخده على المستشفى بسرعة. الدكتور هناك بيقول له لو ما كنش دونجو اللي انقذك كان زمانك ميت. الكلام ده بيأثر في مانشيك جدا لدرجة انه بيعيط. دونجو بيكون عايز يقرب من هانا لدرجة انه بقاله شهر بيغير اللمبات في شارعها بس علشان يلفت نظرها، والست في السوبر ماركت نفسها بتكون عارفة اسمه وبتحترمه. تاني يوم اول ما دونجو بيوصل المكتب بيجيله خبر صادم ان الشخص اللي خبطه بالعربية بيسلم نفسه، فبيجري على طول، ولما بيشوفه بيتصدم لانه بيطلع اخوه. اول حاجة بيقولها جونجل انه بيطلب منه ما يقولش لامه اي حاجة وبيقوله انه هيحل الموضوع بنفسه، بس دونجو مش قادر يسكت خصوصا لما بيشوفه متبهدل ومجروح بالشكل ده. بيسأل لو كان المدرب هو اللي عمل فيه كده. جونجل بيجاوب عليه ببرود وبيقول له مالكش
ملكش دعوة وسابه وبيركب العربية وبيمشي. دونجو بيكون مش قادر يهدى وبيكون رايح يواجه المدرب، وأول ما بيشوفه بيسأله بغضب هو عمل إيه في جونجيل بالظبط. المدرب بيتفاجئ وبيقول له إنه أصلا هو اللي بيحقق في القضية ومش فاهم بيتكلم عن إيه. دونجو ما بيستحملش وبيفقد أعصابه وبيضربه، والمدرب بيرد عليه وبيضربه هو كمان. الحمد لله الناس حواليهم بيفصلوا بينهم قبل ما الخناق تزيد، بس دونجو بيختمها بضربة محترمة قبل ما يبعدوا، وبيرجع البيت بعدها وبيقول لعمته إن جونجيل مسافر شغل كام يوم علشان يطمنها. وفي جنازة لجينو دونجو بيكون حاضر وبيقدم التعزية، بس أول ما بيخش بيكون لافت نظره تفصيلة معينة، حاجة بيشوفها قبل كده وبتتعلم في دماغه، وبيبدأ يبص بعينه على أي حد لابس ساعة شبه اللي في ذاكرته، وبيسأل السكرتير مين اللي بيكون هنا. السكرتير بيقول له إن في ناس من الجمارك بيكونوا موجودين، فبياخد دفتر الأسماء وبيبدأ يبحث واحد واحد لحد ما بيلاقي شخص وبيمسك إيده فجأة وبيبص له وبيقول له إن هو اللي خبطه وإنه لقاه أخيرا. المسلسل لسه مخلصش، لو عايزين إننا نكمله عرفونا في التعليقات. شكرا لكم على المتابعة، اكتبوا لنا رأيكم عن المسلسل في التعليقات. سلام.